تنقدم لكم راسي احمد ودادي حر. بالنسبه للوداد مؤخرا تلاحظوا واحد التغييرات اللي هي تغييرات الباينه بزاف، مثلا في الاداء وفي الروح القتاليه ديالهم من اللي جا المدرب الجديد، وتنحيهم على هذه القتاليه ومزيد من العطاء ومزيد من الفوز ان شاء الله، لا في كاس افريقيا ولا في البطوله ان شاء الله. اداء فيه قتاليه، فيه قتاليه كبيره، والنفس يلعبوا يعني كيف قلتوا تيعرقوا على التوني، ماشي كيف كان فاش كان المدرب التونسي. وهذا الشيء اللي بغينا الدراري يبقاو يتقاتلوا ديما على هذا التوني، ويبقاو ديما يزيدوا القدام ومزيد من الالقاب والبطولات ان شاء الله. اختي المباراه ديال اليوم تكون صعيبه جدا، صعيبه بزاف على جميع المستويات، لان فريق طنجه يتدي الترتيب كيقلب على النقاط وكيقلب باش ينعتق من الهبوط الى الدوزيام سيري، وعنده مباراه اليوم صعبه امام فريق كبير، فريق الوداد البيضاوي معروف الانجازات ديالو والتاريخ ديالو والالقاب ديالو، يعني تهدر عليه، ما نحتاج نعبر انا على الفريق الوداد، ولكن الالقاب ديالو تعبر على الانجازات ديالو. الحمد لله ان شاء الله الوداد البيضاوي سيفوز، انتصر على فريق اتحاد طنجه، وان شاء الله طروه بوا باش نكونوا حنا متصدرين البطوله الوطنيه ان شاء الله.